أتعرف ما معنى الكلمة؟ شرف الرجل هو الكلمة، مفتاح الجنة في الكلمة، ودخول النار على الكلمة. الكلمة فرقان بين نبي وبغي. الكلمات دي مقتبسة من مسرحية لأدهم الشرقاوي اسمها الحسين شهيد. تفتكروا الكلمة ممكن تفرق في حياة بني آدم؟ تفتكروا الكلمة ممكن تخفف ألم؟ تفتكروا الكلمة ممكن تعمل فرق؟ استنى إجاباتكم عن السؤال دوت في التعليقات. في حكاية في الهند القديمة كانت بتقول إن كان في ملك جمع الفلاسفة والحكمة مكتوبة من كل المملكة. الراجل ده كان طالب منهم خلاصة الحكمة يصيغوها في كلمات قليلة عشان هينقشها على الخاتم بتاعه. كل ما يعدي بيه موقف يقرأ الكلمات دي فيبقى أحكم وأهدى. الناس دي كتبت 3 كلمات بس: حتى هذا سيمر. دي الكلمات اللي اتناقشت على الخاتم. هسألك سؤال كده وجاوبني بمنتهى الصراحة. احنا قاعدين قعدة صراحة. لو في إمكانك قبل ما تيجي الحياة وانت كده حاجة في علم الغيب تختار ظروفك وتختار أهلك وتختار دينك وتختار مجتمعك وتختار حاجات كتير أوي في الحياة، كنت هتختار الحياة اللي انت عايشها دي ولا هتبقى حابب تغير فيها شوية حاجات؟ خد بالك أنا متوقع منك الصراحة. لو كانت إجابتك إنك هتختار نفس الحياة اللي انت عايشها فمن كل قلبي بهنيك وبقولك مبروك عليك، وما تكملش الفيديو وقوم عيش حياتك لأن حياتك محدودة. ما تستاهلش إنك تضيع فيديو وانت خلاص اوريدي محقق أو وصلت. لكن لو كنت زيي وبتدور على معنى في الحياة فكمل معايا يا رب أفيدك وتفيدني. كم واحد فينا ما اختارش حياته؟ كم واحد فينا ما اختارش ظروفه؟ كم واحد فينا ما اختارش اهله؟ كم واحد فينا جه الحياة لقى اللي موجود ده هو ده؟ كم واحد فينا ما اختارش جسمه؟ كم واحد فينا ربنا يعافي الكل ما اختارش المرض المزمن اللي هو فيه؟ كتير. بس ده يقول حاجة واحدة، ده يقول ان وجود البشر على الارض ديت او الكوكب دوت ما بيخضعش القانون. يعني ما بيخضعش القانون، لان لو كان في قانون مش هيبقى فيه شذوذ في القاعدة كده كتير، مش هيبقى في اختلاف في الاديان وفي اختلاف في الاجسام وفي اختلاف في الصحة وفي اختلاف في الفلوس وفي اختلاف في ظروف قد تكون قريبة قوي من بعض. يعني ده ممكن يبقوا 2 جنب بعض لازقين في بعض، 2 توأم بصمتهم مختلفة، شخصياتهم مختلفة. الاختلاف ده جه منين؟ الاختلاف ده يقول حاجة واحدة بس، ان في قوة بتشكلنا، في قوة بتشكلنا وبتشكل ظروفنا وبتشكل حياتنا بتشكل كل حاجة، وبتخلقنا او بتوجدنا على قد الظروف دي. لا ظروفنا بتبقى غير متناسبة معانا ولا احنا بنبقى غير متناسبين مع ظروفنا. بطريقة ما بأسلوب ما بيبقى متوافقين جدا مع بعض. وده اللي بيفسر قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القوة دي باختلاف دينك بقى، انت تسميها روح الكون، انت تسميها اي حاجة، انا عن نفسي هسميها الله. نرجع تاني لحتة ان ظروفنا متصممة على قدنا. طيب هنا المشكلة كلها يا سادة، احنا مصممين طول الوقت ان احنا نمتلك الحياة، مصممين طول الوقت ان احنا تبقى لينا السيطرة على الحياة، ولكن هو العكس. هي الحياة هي اللي بتملكنا. بكل الظروف اللي احنا ما اخترناهاش دي يقول ان الحياة هي اللي بتملكنا، مش احنا اللي بنملك الحياة. وده يمكن اللي مخلي البني ادم مهووس قوي من قديم الازل، حتى من العصر الحجري مهووس بفكرة الخلود، لانه ببساطة مش متصالح مع النتيجة الحتمية لنفسه اللي شافها في كل المخلوقات اللي حواليه، هي الموت. مش قادر يتصالح مع فكرة الموت، مش قادر يتصالح انه هيقضي وقت وهيمشي.
وده اللي مخليه مهووس زي ما قلت لكم بفكرة الخلود واكسير الخلود واكسير الحياة وحجر الفلاسفة والكلام ده كله. عارف ايه الفرق بين كإنسان وبين اي حيوان في الدنيا؟ الفرق الوحيد هو العقل. العقل اللي ما بيخليش الحيوان يسأل هو انا ايه لازمتي في الحياة. العقل اللي مش موجود عند الحيوان ومخليه مأدي دوره بمنتهى الانسيابية مع الحياة. عشان كده لا عمر في يوم خروف جه اشتكى هو ليه بيتاكل، ولا عمر يوم ديب قال انا مظلوم، انا دي طبيعتي او دي فطرتي. مخلي الخروف والديب بيأدوا دورهم في الحياة جدا، ده بيهاجم وده بيتاكل بدون اي مشاكل نفسية وبدون اي امراض نفسية. الامراض النفسية بتيجي بس عشان احنا شغالين عقلنا، وهو ده كل مشكلتنا. العقل. العقل مشكلة لو استخدمته غلط، لكن سلاح قوي جدا لو استخدمته صح. من ضمن استخداماتنا غلط للعقل ان احنا بنسأل ايه الغرض من الحياة، ولو ان هو الاستخدام الصحيح للعقل احنا ممكن نعمل ايه في الفترة اللي احنا قاعدين فيها في الحياة. هو ده السؤال الصح. انت هتعمل ايه في الفترة اللي انت قاعد فيها في الحياة، مش ايه الغرض او انت عايز توصل فين في الحياة. هتعمل ايه في الوقت؟ هو ده السؤال. هتعمل ايه في الوقت اللي انت هتقضيه في الحياة؟ اصل انك تدور على غرض ده معناه في حتة تحدي برضه للحياة، في حتة تحدي ان انا اللي ليك السيطرة، وان انت عايز تعمل كذا رغم انك ممكن ما تبقاش مؤهل انك تعمل كذا. تمام. لكن هتعمل ايه وهتقدم ايه للحياة في الوقت اللي انت قاعد فيه بيتصالح مع فكرة ان انت ميت او خلاص مقتنع انك ميت. في 3 حاجات حابب اقولها لكم. الحاجة الاولانية ان الحيوانات موجودة من قبل وجود البشر على الكوكب دوت، لكن هي ما قدرتش تعمل حضارة، ما قدرتش تعمل تكنولوجيا. الحاجة التانية ان دقيقة واحدة بس عشان انا قاعد بسجل في الشغل. سواء الانبياء او العصاة او اختلاف الاقطاب في الحياة، انها ما اختلفتش، هو الموت. الحاجة التالتة، مش معنى كلامي دوت ان انا بنفي عن الانسان صفة الاختيار او اوبشن الاختيار. بالعكس، الانسان مخير انه يتقبل قدره او يقاومه، وساعتها الطبيعة هتلاقي طريقة تنفذ بيها القدر اللي كتب على الانسان دوت، لان ببساطة مفيش حاجة اقوى من الحياة. ما تنساش تجاوب على سؤالي، هاي الكلمة ممكن تعمل فرق. اشوفكم على خير.